البيت اللي ما ينامون فيه أحد. الساعة 11:47 ليلاً. صوت الباب ينغلق وراي والمفتاح يدور في القفل. وقفت في صالة البيت الفاضي والظلام يغطي كل شيء ما عدا نور جوالي الضعيف. يلا يا خالد، بس ليلة واحدة وتاخذ 50,000 دينار. هذا اللي قال لي صاحب البيت قبل ما يطالع ويقفل علي من برا. الشرط واضح، أقعد لين الساعة 6 الصبح وما أطلع برا البيت مهما صار. البيت قديم من بيوت الكويت القديمة، لكن مرمم ونظيف، 3 غرف، صالة، حمام ومطبخ صغير. عادي، بيت عادي، بس ليش ما حد ينام فيه؟ سمعت القصص طبعا، الناس تقول إن كل واحد حاول ينام في هالبيت طلع منه قبل الفجر وهو يصرخ. آخر واحد حاوله لقوه واقف برا البيت، شعره شاب وعيونه مفتوحة بس ما يتكلم. ظل 2 أسبوع في المستشفى لين رجع له عقله. خرافات، قلت لنفسي وأنا أمشي في الصالة. فتحت كاميرا جوالي وبدأت أصور. قلت لنفسي إذا صار شيء لازم يكون مسجل. الساعة 12:15 صباحا قررت أقعد في الصالة، أشغل النور وأقعد على الكنبة. جبت معاي شاخن متنقل، موية وتمر، مستعد لسهرة طويلة. الجو هادي مرة، ما فيه صوت سيارات من برا، ما فيه صوت جيران، حتى صوت المكيف ما له صوت. فجأة سمعت صوت طق 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 جاي من فوق، من الطابق الثاني. وقفت بسرعة، البيت ما فيه طابق ثاني. مشيت للدرج ورفعت جوالي، فيه درج يطلع لفوق، درج ما شفته لما دخلت أول مرة. مستحيل، أنا دورت في البيت كامل قبل ما يقفل علي الباب. الصوت تكرر، طق طق طق، كأن أحد يمشي بالكعب العالي. طلعت الدرج ببطء، قلبي يدق بقوة. وصلت فوق، فيه ممر طويل و3 غرف. كيف؟ البيت من برا صغير، ما يمكن يكون فيه طابق ثاني. دخلت أول غرفة، فاضية، بس في سرير قديم وعلى الجدار صور عوائل، ناس كويتيين من زمان لابسين لبس قديم وواقفين قدام هالبيت. عديتهم 12 صورة، 12 عائلة مختلفة، وتحت كل صورة تاريخ: 1963، 71، 78، 85، 92، آخر تاريخ 2019. والغريب شنو؟ إن كل صورة في شخص واحد واقف في الظل، ما تبين ملامحه، نفس الشخص في كل الصور من 1963 لين 2019. الساعة 1 صباحا رجعت للصالة بسرعة. خفت مرة. رفعت جوالي أبي أتصل بس ما في شبكة. قبل شوي كان في شبكة كاملة. فجأة النور انطفى، الظلام الكامل ما عدا نور جوالي. وسمعت صوت تنفس ثقيل جاي من وراي. دورت بسرعة، ما في أحد. خالد، اسمي، أحد قال اسمي. خالد، ليش جيت؟ الصوت جاي من كل مكان، من الجدران، من السقف، من تحت. أنا بس جاي أقعد لين الصبح وأطلع، صرخت. ضحكة مخيفة ملت البيت كله. كلهم قالوا نفس الشيء وكلهم ظلوا. شفت شيء يتحرك في الظل، شكل طويل ملتوي يمشي على 4. ركضت الباب، حاولت أفتحه بس مقفل من برا. خلني أطلع، صرحت وأنا أدق الباب. الشكل قرب، بديت أشوفه واضح بنور الجوال. وجه، لكن مو وجه إنسان. عيون سودة، فم واسع بلا أسنان، جلد شاحب ومشقق. كل 10 سنين واحد لازم يظل. أنت 13. فهمت. الصور 12 عائلة، 12 شخص اختفى. لا أنا ما بظل. المخلوق مد يده، يد طويلة بأصابع ملتوية. النهاية الساعة 1:47 صباحا. فجأة تذكرت شيء. صاحب البيت قال لي ما تطلع برا البيت مهما صار، بس ما قال شيء عن الحوش. ركضت للمطبخ، فتحت الباب اللي طلع للحوش الخلفي، والحمد لله انفتح. طلعت بسرعة والمخلوق وراي يصرخ صراخ مرعب. وصلت لسور البيت، قفزت وطحت برا.
الساعة 6 صباحا. صاحب البيت جاه يفتح الباب الأمامي، لقاني واقف قدامه. كيف طلعت؟ قلت له الباب الخلفي، قلت لي ما أطلع من البيت، ما قلت ما أطلع من الحوش. وجهه تغير، صار شاحب. انت أول واحد يفكر في هالشي. عطاني الفلوس، وانا طالع سمعته يتصل بأحد ويقول خلاص ما نفع، لازم نلقى طريقة ثانية نمسك ال13. هذا الشيء تحت البيت بيطلع قريب. وقفت مكاني. ال13 هو يبي يمسك 13 شخص، يعني لسه باقي واحد، والبيت لسه مفتوح، وفيه ناس ثانيين حيجربون. بعد أسبوع شفت في الأخبار شاب اختفى في بيت قديم في منطقة سكنية. البيت نفسه الضحية رقم 13. وبعدها بيومين البيت انهار من نفسه، وطلع من تحته نفق عميق ما حد يدري وين يوصل. لكن كل اللي دخلوا يدورون سمعوا صوت ضحكة تحت الأرض، وصوت يقول أخيرا حروني. النهاية، أنا خالد نجيت من البيت، لكن لين اليوم كل ما أنام أحلم بنفس الشيء. أحلم إني راجع للبيت، أحلم إن المخلوق واقف على بابي، وأحلم إن صوته يقول لي شكرا يا خالد، أنت اللي خليت ال13 يدخل، أنت اللي حررتني. والبيت لسه موجود، بس ما تشوفه إلا إذا هو حب يشوفك. وشكرا لكم لأنكم بقيتم معي إلى هذه اللحظة. لا تنسوا اللايك يا أصدقائي. شكرا.